بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الأعداد النسبية. برضو الدرس ده سهل جدا، أخدناه قبل كده في ضرب الكسور. نفس الطريقة، الأعداد النسبية هي في الأصل كسور. بنعمل إيه؟ بضرب بسط في بسط، مقام في مقام. ده كل اللي بعمله. يبقى لو عندي 2/3 في 4/5، هضرب البسطين في بعض، يبقى 2 في 4 هتديني 8، 3 في 5 هتديني 15. يبقى الناتج عندي 8/15. هشوف الناتج ده هو أبسط صورة ولا لأ. لو هو أبسط صورة بسيبه على كده، مش أبسط صورة ببسط الكسر الأخير، يعني بقسم فوق وتحت، بشوف يقبلوا الاسم على كام. طبعا هو أبسط صورة. مسألة تانية، 3/4 في 4/5. بنعمل ايه؟ بنضرب بسط في بسط، مقام في مقام. يبقى 3 في 4 ب12، 4 في 5 ب20. الناتج اللي هو 12/20 ده أبسط صورة ولا أقدر أبسطه؟ لا، أقدر أبسط. ليه؟ 12 و20 الاتنين يقبلوا القسم على 4، يبقى أقدر أقسم على 4 فوق وتحت. يبقى 12/4 هتديني 3، 20/4 هتديني 5. يبقى الناتج هيطلع 3/5، وهي دي أبسط صورة. اتفقنا؟ أو كأن 12/20 أنا عشان أشوف هي أبسط صورة ولا لأ، هكتبها زي ما هي على الآلة الحاسبة. هكتب 12/20 وهدوس يساوي. لو طلع لي نفس العدد، نفس الكسر، يبقى ده أبسط صورة. لو ما طلعش وهو هيطلع 3/5، يبقى أنا بسطت الإيه لأبسط صورة. نفس المسألة كان ممكن نحلها بطريقة تانية. إزاي؟ كنت أقدر أكنسل الأربعة مع الأربعة، أقدر أشطب الأربعة مع الأربعة من البداية. 4/4 فيها الواحد، و4/4 فيها الواحد. يبقى أقدر أبسط الأول قبل ما أضرب. يعني في المرة الأولانية ضربنا الأول بسط في بسط، مقام في مقام، والناتج بسطته. طب أنا كان ممكن أبسط الأول، يبقى أقدر أقسم، أطير الأربعة مع الأربعة، يعني 4/4 فيها الواحد، و4/4 فيها الواحد. اللي اتبقى في البسط 3 في 1 ب3، والمقام 1 في 5 ب5، اللي هي نفس الناتج اللي طلع معانا في أبسط صورة اللي هو 3/5. يبقى أقدر أعمل إيه؟ الطريقة الأولانية أضرب الأول والناتج أبسطه. الطريقة التانية أبسط الأول والناتج هيطلع لي على طول في أبسط صورة، طبعا بعد ما بضرب. هنا 4/9 في العلامة دي، الخطين دول اسمهم ايه؟ اسمهم القيمة المطلقة. اللي جوه ما بين الخطين دول لازم يطلع بالموجب. لو كان سالب هيطلع موجب، ولو موجب هيطلع برضو موجب. طيب عندي سالب 5/11 هتطلع لي بموجب 5/11. يبقى كأني دلوقتي بضرب 4/9 في موجب 5/11. نعمل ايه؟ نضرب بسط في بسط. 4 في 5 بكام؟ ب20. مقام في مقام، يبقى 9 في 11 بكام؟ ب99. مسألة كمان، 2/11 في 11/5. عندي طريقتين اتفقنا، يا إما هضرب بسط في بسط، مقام في مقام، والناتج أبسطه، أو أقدر أطير ال11 مع ال11. ما أنا شايفة اهو الرقمين شبه بعض، يبقى أقدر أقسم على ال11 فوق وتحت. يبقى 11/11 تديني 1، 11/11 تديني 1. بعد ما بسطت كده أضرب بقى بسط في بسط، يبقى 2 في 1 تديني 2، 1 في 5 تديني 5. يبقى بسطت الأول، والناتج بعد كده بعد التبسيط ضربت بسط في بسط، مقام في مقام. هنا كسر في عدد، يبقى العدد اللي هو ال8 ده أخليه كسر، عشان يبقى كده عندي عددين نسبيين. علشان أخليه كسر هقسمه على 1. أي عدد أقسمه على 1 يبقى كسر، أو يبقى عدد عشري. دلوقتي أقدر أطير ال8 مع ال8، يبقى أنا كده بسطت في البداية. 8/8 فيها الواحد، 8/8 فيها الواحد. بعدين بعد ما بسطت أضرب بقى 5 في 1 اللي هو بسط في بسط، 5 في 1 ب5، مقام في مقام، 1 في 1 بواحد. يبقى 5/1 اللي هي كأنها 5. 5/1 لما هجيبها في أبسط صورة هتديني 5، اللي هي عدد بس مش كسر. -5/9 في 3/4. أنا مش فارق معايا سالب ولا موجب، الإشارات سالب في سالب بموجب، سالب في موجب بسالب. يبقى أول حاجة الإشارة سالب في موجب تديني إيه؟ سالب. دي الإشارة. بعدين 5 في 3 ب15، ده بسط في بسط، مقام
9 في 4 ب36. يبقى أول حاجة عملت ايه؟ الإشارة سالب في موجب أو موجب في سالب، طالما إشارتين مختلفتين يبقى الناتج بالسالب. يبقى سالب 15 على 36. أقدر أبسط بقى، أقدر أقسم فوق وتحت على 3. 15 على 3 فيها ال5 طبعا بالسالب، 36 على 3 فيها ال12، ودي أبسط صورة. 1 و2 على 3 في 2 على 7. أول حاجة الواحد و2 على 3 عايزة أحولها لكسر عشان يبقى عندي كسر في كسر. جاب لي بقى عدد عشري، جاب لي رقم زي دوت عدد وكسر، عدد كسر يعني لازم أحول لكسر. طب بقت 5 على 3 في 2 على 7، بعمل ايه؟ بسط في بسط، مقام في مقام. 5 في 2 ب10، 3 في 7 ب21. طبعا لأن العلامتين هنا شبه بعض، موجب في موجب بموجب، سالب في سالب بموجب. لو الاتنين زي بعض نفس الإشارات الناتج هيطلع بالموجب. طب لو مختلفين زي المسألة اللي فاتت، موجب في سالب أو سالب في موجب بسالب، مختلفين بسالب، شبه بعض بإيه؟ بموجب. العدد الكسر 2 و3 على 4 هحوله لكسر بس يديني 11 على 4 زي ما هو كده على الآلة الحاسبة، هيديني 11 على 4. طب ال4 من 10، ما هو ده ايه؟ عدد عشري، هحوله يبقى كأنه 4 على 10. طيب دلوقتي أقدر أضرب 11 في 4 بسط في بسط ومقام في مقام، 4 في 10، والناتج أبقى أبسطه، أو أقدر أطير ال4 مع ال4 يبقى أبسط الأول. لو طيرت 4 مع ال4، على 4 فيها الواحد، على 4 فيها الواحد، يبقى هضرب بقى بسط في بسط، 11 في 1 ب11، والمقام 1 في 10 ب10. تاني، سالب في سالب بموجب، إشارتين زي بعض الناتج موجب، يبقى سالب في سالب بموجب طالما الإشارتين زي بعض. ده أول حاجة. طيب الكسور بقى نفسها، 4 و2 على 7، ده عدد كسري هحوله الكسر يبقى 30 على 7 بالسالب زي ما هو، و8 و1 على 6 هحوله الكسر يبقى ب49 على 6 طبعا بالسالب زي ما هو. دلوقتي نقدر ايه؟ يضرب بسط في بسط، مقام في مقام، يا اما بسط الأول. واضح ان هنا عندي 7 وهنا 49، الاتنين يقبلوا الاسم على السبعة، يبقى 7 على 7 فيها الواحد، 49 على 7 فيها السبعة طبعا بالسالب زي ما هي، الإشارة لسه زي ما هي. طيب 30 وال6 أقدر أقسمهم على 6، يبقى 6 على 6 فيها الواحد، 30 على 6 فيها الخمسة. نضرب بقى دلوقتي. أولا الإشارة سالب في سالب زي ما قلنا بموجب، الإشارتين زي بعض لما هاجي أضرب الناتج هيطلع موجب. 5 في 7 ب35. طب بالنسبة للمقام، 1 في 1 ب1، يبقى 35 على الواحد اللي هي 35.